السودان. جاءتني الكثير من الأسئلة للحديث عن إخواننا في السودان، فبعد بحث بعيد جدا عن بروباغندا الإعلام اكتشفت مجموعة من الحقائق. أولا، الحركات المتواجدة في السودان: لدينا الفصيل السلفي المتمثل في مزمل فقيري وأبو بكر آذاب. هذا الفصيل ليس لديه أي توجه سياسي. لدينا أيضا الفصيل الصوفي المتمثل في الطريقة القادرية المكاشفية في شخصية الأمين المختار. هذا الفصيل أيضا ليس لديه أي توجه سياسي. لدينا الفصيل الثالث وهو الفصيل الإخواني المتمثل في شخصية الكيزان، وهذه تسمية الكيزان أطلقها أحد رؤسائهم في أحد المؤتمرات وصفا لحركتهم بأنها كالكوب، من تسمية الكوب الذي يحوي كل شيء، فسمي بالكيزان. هناك في الواجهة الصراعية حركتين: الجيش وقوات الدعم السريع. قوات الدعم السريع المتمثلة في حميتي. حميتي كلمة مقتبسة من حمايتي، حيث لقبها بها رئيس الجمهورية المخلوع السابق بينما استقطبه إليه بعدما كانت قوات بشمركة مخصصة لمهاجمة القوات الثائرة في مناطق محددة من السودان، ولقب بحميتي وهو في الحقيقة اسمه أحمد بن دقلو. لدينا أيضا الجيش المتمثل في قيادة أركان الجيش. الجيش بصفته مكون يدعم الكيزان، وبهذا تتجلى الدعم الإماراتي المستمر لقوات الدعم السريع، لأن الإمارات في ذاتها تعتبر بأن الكيزان بحكم انتماءاتهم إلى جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية في الشرق الأوسط، كما قررت ذلك المملكة العربية السعودية سابقا. فمن هذا المنطلق نلاحظ بأن هناك دعم لقوات الدعم السريع من طرف الإمارات، متمثلة بعديد من المؤن، بحيث اعتبرتهم حركة مدنية ليس لديها أي توجه سياسي، تدعو إلى حكومة مدنية محاربة للإخوان المسلمين الذين تعتبرهم أنهم تنظيم إرهابي المدعمين من طرف الجيش النظامي، بحيث أنهم لا يريدونها مدنية وإنما يريدون تكرار السيناريوهات الفاشلة لجماعة الإخوان المسلمين في توليهم للحكومات، وهذا ما شاهدناه أثناء عاصفة الربيع العربي. بهذا نكون قد استطردنا جميع الحقائق. فما قصة الصور المنتشرة عبر السوشيال ميديا؟ الصور هذه المنتشرة عبر السوشيال ميديا هي حرب يخوضها الإخوان المسلمون ضد قوات الدعم السريع، لأنهم في الحقيقة يمثلون لهم تهديدا بطلبهم بقيام دولة مدنية قائمة على الحريات والديمقراطية والعدالة. وكذلك ضمن هذا المنطلق فهؤلاء الإخوان المسلمون يتقنون سياسة الترويع الرقمي، لأن لديهم تجربة سابقا. إلى هذا الحد ينتهي فيديو تبع اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.